السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا مع موسم الزيتون طبعا لازم نخلل كده علشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. طبعا حطيت الزيتون كده على الصينية وبدأت ان اخد الحباية كده اللي هي ايه فيها جنب كده ضارب، زي ما بتشوفيه كده. وبدأت اخد الزيتون تاني وغسلته وعملت فيه فتحات بالشكل ده كده، وبالذات اللي هي الخضراء قوي. سبت اللي هي لونها فاتح شوية كده بتكون بتستوي كده لوحدها من غير فتحات ولا حاجة. وده طبعا يرجع ليكي انت حرة، عايزة تسيبيه سليم ماشي، لكن انا بحب اعمل فيه فتحات علشان ما يكونش ايه ميزز مني. وجبنا بقى الخلطة السرية بتاعتنا اللي بتخلي الزيتون قمة الروعة وقمة الجمال وطعمه حكاية. جبت كده جزر مبشور وحطيت هريسة شطة، وحطيت طبعا الشطة دي او الفلفل الخضرا دي حراقة جدا وناشفة، بتكون حلوة جدا جدا في المخللات. وحطيت حبة البركة، وحطيت ليمون كده مقسوم نصين. بالبركة يا ولاد كده زي ما بنعمل وزي ما امهاتنا كانت بتعمل وكانت ماشية معانا بالبركة. طبعا هنا كمان العصفر، بس بصراحة انا كنت حطاه جنبي وبدور عليه كده اختفى شوية، بس لقيته في النهاية ورجعت تاني حطيته. فما تنسيش انك تحطي العصفر، ما تسيبهوش يتوه منك زيي. وتحطي طبعا الملح ومعلقتين كده من السكر، وطبعا ده على كمية الزيتون اللي انت جايباها. وما شاء الله ننزل كده بايدينا كده نقلب نقلب كده وندخل كل الخلطة في الزيتون. طبعا معايا البرطمان مغسول ومتصفي، وكمان عقمته بمية سخنة علشان يكون كده حلو ويحافظ على المخلل معايا. خلاص عبينا كل الزيتون بتاعنا، وكمان العصفر بتاعنا اللي كان تايه لقيناه. كنت حاطاه جنبي بس هو اختفى كده في الترابيزه اللي انا قاعده اصور عليها. فلقيته وحطيته كده على الوش، وان شاء الله هننزله كده باي طريقه وهينزل كله في قلب الزيتون بامر الله. هنا بقى معايا لتر من الميه، وهحط عليه 4 معالق كبار من الملح علشان يخلي معانا الزيتون حدقه مظبوط ومية مية. طيب هنا هقولك على حاجة، لو مش بتعرفي تعملي بالمعيار الملح، هتغسلي بيضة وهتجيبيها، بيضة عادية من اللي بنسلقها، هتغسليها كويس جدا، وبعد ما تدوبي الملح في المية هتحطي البيضة دي. كانت طريقة أمهاتنا بصراحة، بس أنا مش بعمل بيها، أنا عارفة إن لتر المية عليه 4 معالق من الملح. تمام كده. هتجيبي البيضة وتحطيها، ان عامت على وش المية يبقى ملحك مظبوط، وان سقطت تحت يبقى ملحك مش مظبوط. عايزة كمان حطيت كده نص كمية المية ونزلتها، وبحاول ان انزل العصفر اهوت علشان ينزل كده في كل البرطمان. وحطيت نص كمية الليمون اللي عصرناه، طبعا كان معانا كوباية عصير ليمون، وحطيت نصها كده في الاول وحطيت نصها اهوت في التاني. وهبدأ برضو ازود الملح وازود المية لغاية ما اغطي الزيتون كله. لازم اغطي البرطمان ميه علشان ما يعملش مني عفن ولا حاجه. فلازم اكمل كميه الميه والملح لغايه ما اكفي بقى البرطمان كله. ما تنسيش زي ما قلت لك، لو انت ما بتعرفيش تعايري الملح بالميه، هتغسلي البيضه وهتحطي طبعا اللترين الميه مره واحده، وتحطي الملح وتحطي البيضه. ان عامت على الوش يبقى كده ملحك مظبوط، وما عامتش على الوش وسقطت تحت يبقى تزودي ملح لغايه ما البيضه تعوم على الوش. دي كانت طريقة أمهاتنا، وبصراحة كانت طريقة حلوة جدا، وكنت بعمل بيها لغاية إيدي ما أخدت واتعودت طبعا على عمل المخللات، فخلاص ما عدتش بحتاج البيضة. وهنا بقى نزلت كل المية كده، والعصفر كمان بدأ إن هو ينزل معايا اهوت، وإن شاء الله ينزل في كل البرطمان ما تقلقوش. طبعا كل الزيتون ما بيستوي المية بتطلع كده لفوق، وهو هينزل لتحت بأمر الله. كده غطيت الزيتون بالشكل ده كده. هبدأ بقى احط الليمون اللي انا كنت قشور الليمون يعني اللي انا كنت عصراها، هقفل بيها كده البرطمان علشان ما يعملش طبقة عفن كده على الوش. وطبعا دي بتحافظ لي على المخللات، بتكون حلوة، وخاصة الزيتون او الليمون اللي هو المعصفر. وهنا برضو بحب اقفل كده بحاجة تانية برضو. بجيب بقى الشطة اللي هي كنت عاملة منها كده، بحب احطها خلف خلاف زي علامة فيه كده، بتقفل على البرطمان كويس جدا. دي حركة حلوة يعني، بتخلي معايا البرطمان محكوم ومغلق كويس جدا.
كده خلاص خلينا الزيتون لرمضان. طبعا سفرة رمضان او طبلية رمضان ما تحلاش غير بالزيتون المخلل. وهنا حطيت برضو حوالي من نص كوباية من الزيت كده على وش البرطمان. وجبت بقى كيس، اي كيس متوفر عندك، ده كان كيس تلاجة وكان فيه برضو حاجة قبل كده ومفضياها، وجبته كده وقفلت بيه البرطمان وحكمته. وكده خلاص خلصنا الزيتون المخلل بطريقة حلوة وبطريقة سهلة وبسيطة وبدون اي تعقيدات خالص. عودي ايدك على عمل المخللات، هتلاقي نفسك المخللات معاكي سهلة وبسيطة. وهنا بقى جبت كيس من اكياس الخضار اللي بجيب فيها الخضار وبسوق فيها عادي جدا، طبعا علشان اقفل بيه البرطمان واحطه عليه. لقيت الكيس الخضار صغير على البرطمان، جبت كيس من اكياس العيش اللي هو العيش المدعم اللي بيجي لنا كل يوم، وقفلت البرطمان كده وربطته. طب ليه بعمل الحركة ديت؟ علشان البرطمان بيغيب معايا شهور مركون، ما يجيش عليه عفر وتراب. هشيل الكيس بكل سهولة، البرطمان يفضل معايا نظيف ورايق من بره، ما احتاجش ان انا امسك قماشة وامسحه وانضفه. ده باقي الزيتون اللي فضل معايا من البرطمان. هضيف عليه بقى الشويه اللي كانوا في الاول اللي هم لقيت فيهم اجنبهم كده، هنضفهم بالسكينه واحطهم على بعض مع شويه الشطه دولت وشويه الليمون دولت، واخللهم كده حبه صغيرين لينا. وان شاء الله استنوني بقى في الليمون المخلل، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. اسيبكم في حفظ الرحمن، ويا رب يكون تخليل الفيديو عجبكم، تخليل الزيتون عجبكم ان شاء الله. مع السلامه.